عائله السلام عليكم. من اكثر الحوايج اللي ممكن يستفزوك كمسلم هو ان شي واحد يقارن خوتك المسلمين باليمين المتطرف الاسرائيلي، وهذا الشيء بالضبط اللي غادي يديروا احمد عاصي في واحد اللقاء ديالو مع رضوان الرمضاني. خليكم تشوفوا الفيديو ونرجعوا من بعد. أدت المفاوضات لقيام دولة فلسطين مستقلة ما غتحققش إسرائيل الكبرى، والتيار اليميني المتطرف اليهودي الديني اللي بحال السلفيين عندنا وبحال الإخوان عندنا تو ما كاين في إسرائيل، ولاو كيضربوا حتى النساء في الشارع في 3 المدن. التيار اليهودي المتطرف. خويا واش بعقلك؟ واش عارف شنو كتقول؟ واش في كامل قواك العقليه؟ واش شارب دواك؟ واش كتقارن اليمين المتطرف الاسرائيلي اللي خدام كيدير دابا تطهير عرقي في حق خوتنا الفلسطينيين، كيرمي القنابل على المدارس، على السبيطارات، على مخيمات اللاجئين، مدنيين، اطفال، رجال كبار، عيالات، ما خلى حتى واحد. كتقارن هادو مع السلفيين والوهابيين والاخوانيين، بغض النظر واش نكونوا متفقين مع التيارات هذه ولا متفقينش معاها، على الاقل هادو ما قتلوا حد. كيف ما بغى يكون توجه للراي ديالك، المقارنه ماشي في محلها. والصحافي اللي نورمالمون خصو يغوكادغي يكون هو اللي كيسير هذا اللقاء هذا بدون تعليق، ولا كتكمل عادي، ما دار حتى شي رياكسيون. هاد المقارنه اللي درتي ما حركات فيه حتى شي حاجه. ساميطون با، لا عجب، عجينه وحده. ولكن راه من غير المقبول يكون كيما بغيتي، يكون علماني، يكون لا دين، يكون ملحد، يكون كيف ما بغيتي. هذا الشيء ما كيعطيكش الحق انك تقارن المجرمين الصهاينه، قتلة الاطفال، قتلة النساء، قتلة الشيوخ، اللي هذه شهر الزياده وهما كيقتلوا في خوتنا في فلسطين يوميا. اكثر من 10,000 واحد اللي ماتوا، بلا ما نهضروا على المجازر من 1948 لهنا، حدث ولا حرج. تقارن هادو اخوتنا دين تيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، امر غير مقبول، وخاصك نورمالمون تحاسب عليه لا انت لا هذاك شبه الصحفي اللي مستضيف. حركه حماس وقيله المقاومه الاسلاميه، شو سميتهم؟ المقاومه الاسلاميه، تيار ديني سلفي نورمالمون. نهار 7 اكتوبر طوفان الاقصى شدوا عدد كبير ديال الرهائن، وشفنا كلنا تيموانياج ديك المره الكبيره ملي تلقوها شنو قالت عليهم. ما قتلوا حد، ما تعدوا على حد، ما قتلوا مدنيين، ما قتلوا اطفال، ما داروا جرائم حرب. كتقارن هذا التيار السلفي هذا مع اليمين المتطرف الاسرائيلي، اقسم بالله الا خاصك تحاسب على هذه الهضره هذه. ولكن العيب ماشي الفلطه، ماشي ديالك بوحدك، الفلطه اكثريه ديال هذاك اللي عاطيك ميكرو مخليك كتهضر، وهذاك اللي في المونتاج ما قطعش هذه المقارنه هذه. راه ما يمكنش هذا العداء وهذا الحقد اللي عندك احمد عاصي لداخل تجاه التيارات الاسلاميه. انا ندوي على راسي، انا ما عنديش مع التيار الوهابي والسلفي والاخواني. دوك الناس كيبانوا لي كيخربقوا، ولكن يخربقوا تيعياو، ما غيوصلوش للدرجه ديال الاجرام اللي فيها اليمين المتطرف الاسرائيلي، ما غيوصلوش للدرجه ديال الاجرام اللي فيها اسرائيل بصفه عامه. ما باغيش نقول اليهود بصفه عامه حيت كاين استثناءات، ولكن الصهاينه النيفو ديال الاجرام ديالهم لا يقارن مع اي واحد كوكب الارض. اي واحد كيف ما بغى يكون. ادولف هتلر في الحرب العالميه الثانيه ما وصلش للنيفو ديال الاجرام اللي فيه الصهاينه اليوم. وتنوض انت تقارن اليمين المتطرف ديال الصهاينه مع التيارات السلفيه؟ لا، امر غير مقبول بتاتا. ما يمكنش تكون واصل لهذا النيفو ديال الخبث، ما يمكنش. وما عرفتش انا السيد اللي مستضفك في هذه الحلقه هذه ومخليك كتقول هذا الشيء هذا، واش الامر مقصود؟ واش كاين شي؟ واش علما ان هذا السيد هذا هو نيت، هو اللي في واحد اللقاء صحفي ديالو وقال لك غادي نقولها بكاع الجرأه الممكنه، انا مع علاقات طبيعيه مع اسرائيل. رايك؟ الله يعاونك. هو نيت اللي قال لك لاش يخرجوا يقولوا الشعب يريد اسقاط التطبيع. شكون وكلك دوب سميتي الشعب الا رضوان الرمضاني؟
السيد عنده واحد الولاء غير طبيعي للكيان الصهيوني، هو اللي مستضفك ومخلي عطيك الميكرو ومخليك كتقول الهضره هذه، ودازت مرور الكرام كأن شيئا لم يكن. والواعره ان من ديك الحلقه كامله نوض الرمضاني قطع هاد الطرف هذا وحطو في انستغرام ديالك، ان لم تستحي فاصنع ما شئت. والله العظيم الى حاجه عيب الاعلام ديالنا يوصل لهذا النيفو ديال الحقاره. ما كاين هنا لا حريه التعبير لا يديك لا يخليك، خبث وحقاره ما عندها حتى شي مبرر.